رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية. خير من الساعة في فيء القصور العالية، خير من الساعة في فيء القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. فهذه وصيتي مخبرة بحالية، طوبى بمن يسمعها تلك لعمري كافية. فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية، فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. في الصين هنالك مستشفيات كبيرة، مثلا في بكين مستشفى كبير يضع أطباء تقليديين أو قدماء أو طب الأعشاب إلى غير ذلك، وأطباء عصريين يشخصون الحالة على حسب العلة. يعني يأتي طبيب عصري يشخص إن كان يعني الحالة المرضية التي أتت إلى المستشفى يعني تحتاج إلى علاج يعني مستعجل، يعني نبدأ في العلاج بالاستعجالات، وإن كانت حالته يعني تستدعي يعني فترة زمنية يعني محددة، نلجأ إلى الطب القديم، وهذا يعني من أجل تفادي الإصابات أو من أجل تفادي يعني الأخطاء الشائعة في الطب في يومنا أو في أيامنا الحالية. لذلك يعني الطب القديم هو مكمل للطب العصري. يعني من ناحية التشخيص نلجأ إلى الطب العصري، مثلا سكانر أو الراديو أو ليكوغرافي إلى غير ذلك من يعني التشخيصات المعروفة في زماننا هذا. وهذا يسهل التشخيص العصري، يسهل على الطب يعني الأصيل أو الطب التكميلي يعني معرفة العلل وعلاجها بالطرق المناسبة. والآن يعني أعطي الكلمة لصديقي خبير الأعشاب حمزة وهاب يعني ليكمل ما يعني وجدناه في هذا الطب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبارك للأخ الأستاذ المعالج. يعني العلاج هذا اللقب، يعني العائلة هذه اللي هي عائلة نحال، يعني عائلة يعني هم معالجين بالفطرة، يعني أب عن جد. يعني نبارك له مرة أخرى على الافتتاح، وإن شاء الله من سار على الضرب وصل، ونتمنى له إن شاء الله ربي يبارك له في عمله إن شاء الله. وكما قلنا مكانة الطب الأصيل، الطب التقليدي في هذا العصر يعني له أخذ مكانة وأخذ منعرج كبير جدا. كانت يعني العلاجات بالأعشاب في هذا الزمن عندها نجاعة، يعني عندها قيمة كبيرة جدا في المجتمع الجزائري، والحمد لله يحظى يعني يرحب به في كل المجالات، يعني في كل الأوساط الاجتماعية، سواء كان المجتمع الضعيف، الطبقة المتوسطة، الطبقة الغنية، جميع حتى الأطباء يعالجون بالأعشاب. لماذا؟ لأن وجد أن العلاج بالأعشاب فك الشفرات التي عجز الطب الأصيل، الطب الحديث عفوا، عن علاجها. يعني ونحن ننظر أن الناس مساكن يعانيوا من العلاجات الكيميائية، معاناة الله عز وجل أعلم بها. فهذا الطب اللي هو الطب التقليدي يعني وجد ضالته في علاج هذه الأمراض. وإن شاء الله يعني بالمقارنة مع الدول الأخرى نجد أن الجزائر في هذه الآونة الأخيرة يعني انتشر الطب التكميلي، الطب الشعبي خاصة العلاج بالأعشاب، انتشار رهيب جدا. وهذو هم الأشخاص اللي مؤهلين باش يفتحوا العلاج بالأعشاب، وليس الأشكال فقط. فنحن نؤمن بالجوهر لا نؤمن بالشكليات.
نعم إذا محمد يستحق باش يكون معالج يعني له قوام وله مكانة في هذه المدينة الجميلة جدا وطيبة يعني الناس، يعني الله يبارك الشرف، يعني ناسها طيبين بزاف بزاف، يعني والله بمقارنة بالولايات الأخرى أنا وجدت يعني من لما زرت الولايات يعني من أحسن الولايات يعني في الجزائر، وإن شاء الله ربي يكون يعني تكون يده عندها بصمة في أجساد الناس هذه، إن شاء الله يكونوا موفقين دائما، وربي إن شاء الله ييسر له وربي يوفق إن شاء الله. نحيل الكلمة إلى الأستاذ كواش فؤاد معالج في من عين الدفلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحيي مرة أخرى الأخ ونبارك له الأخ محمد نحال زميلنا في المهنة والأخ الشريف وذو الأخلاق الطيبة المعروف يعني ببسمته وترحيبه وعلاجاته يعني المبتكرة، وهم أب عن جد، يعني عائلة وراثية بالعلاجات. ونقول كلمة عن الطب العربي الأصيل التكميلي للطب الحديث، يعني وجد مكانة عظيمة يعني في المجتمع هذا، وفي المجتمع خاصة المجتمع يعني في الدول اليابانية والصينية والأوروبية، والتي هم الآن يعني مجتازون لها ويضعون مكانة لهذا الطب يعني والعلاج بالأعشاب وفيما يلي، يعني مكانة كبيرة. بالأخص هم يضعون يعني مراكز داخل المستشفيات الكبيرة باختصاص الطب يعني الطب العربي هذا والتداوي بالأعشاب لمكانته، ولكن لا نقول أن الطب الحديث يعني هو ملغى، لا، يعني واحدة تكمل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرة أخرى نبارك لأخينا محمد. السلام عليكم. أروح شيخ شوف درنا فيديو